هم التتار قادمون وليس فينا من قطز ولا بيبرس ولا صلاح الدين. من ترامب هولاكو إلى الأذلاء العرب، إن قبلتم الصهاينة تاج على رؤوسكم وسادة عليكم، ودفعتم الجزية ذهبا وأموالا ونفطا، وقدمتم أرض فلسطين وأقصاكم إلينا صاغرين، فستبقون على عروشكم تورثونها أبناءكم وأحفادكم هانئين مطمئنين. ترامب يبصق علينا ويخبركم بأعلى صوته من جاكرتا إلى طنجة طز فيكم. ترامب يعطي وعد بالفور الجديد علنا وليس سرا كما حدث من 108 سنة. الغزاوية سيخرجون من القطاع وبلا عودة، إما الرحيل وإما الموت. أمريكا ستسيطر على القطاع لأن الإسرائيليين فشلوا. مصر والأردن ملكا وجنرالا هيوافقوا على التهجير، يقدروا يقولوا لبايدن لا، أما أنا فأؤكد لكم أنهم سيوافقون. في طريقنا لإيجاد طريقة لسيادة إسرائيل على الضفة الغربية. السعودية تريد السلام ولم تطالب بدولة فلسطينية، بل إنه ولا زعامة عربية طالبتني بدولة فلسطينية. إيران لن تمتلك النووي، وإذا حاولت قتلي همسحهم من على الأرض، فلتخسأوا جميعا سنة وشيعة. لم يفعلوا شيئا عندما نقلت السفارة للقدس. ترامب أغراه صمتنا وهونا وزعمائنا المساقين بالسلبة كالأنعام، فلبس ثوب هولاكو. هكذا قال لما نقل السفارة إلى القدس. بالأمس القريب ومع اندلاع الطوفان، طالب زعماء العرب بإلحاح من إسرائيل وأمريكا أن يخلصوهم من صداع غزة درة تاج الأمة العربية. وتعهد المغاوير العرب حفظهم الله بإعطاء جيش الاحتلال الوقت الكامل والدعم اللامحدود لإنهاء المهمة، لكي يحيا الجميع عربا وإسرائيل في سعادة وهناء ويخلفوا صبيان وبنات. لم يستوعبوا أننا سنؤكل إذا أكل الثور الأبيض، لهذا أفشلوا الربيع العربي. من أجل هذا حاصروا غزة حصارا شديدا وشيطنوا المقاومة وأغرقوا الأنفاق وهجروا أهل غزة. من أجل هذا شيطنوا الإخوان وقتلوهم واعتقلوهم ولعنوهم من المحيط إلى الخليج. فالمقاومة الفلسطينية إخوانية. ستقول إني إخواني، حسنا، فلتقل كيفما شئت، يعلم ربي ما في القلوب، لكنها تبقى الحقيقة الدامخة والتي أعلنها من محبسه الشيخ الكهف محمد بديع منذ 7 سنوات. الآن أنا أكثر تفاؤلا من أي وقت مضى، فقد اجتمع هدية السماء لتلك الأمة ترامب مع أغبى سياسي إسرائيلي يحاول إنقاذ رقبته ورقبة مراته وليس إنقاذ الكيان نتنياهو. الخوف الوحيد الذي يشغلني الآن أن نصدق بيانات وهرطقات هؤلاء الخونة. بيان ابن سلمان الحماسي، تهديد الملك الأردني بالحرب، طنطنة سيساوية. إن صدقناهم بأنهم رافضون للتهجير ومع فلسطين وتركناهم وما يفعلون، سيتم التهجير فعلا وما أشبه اليوم بالبارحة. لا تصدقوهم ولو أمسكوا بستائر الكعبة وهم يقسمون لكم بأنهم صادقون. فقد حاصروا وهجروا وشيطنوا طبقا لبسقة القرن. لا مستقبل ولا فلسطين ولا قدس إذا تركتم هؤلاء على العروش العربية. قلناها حتى جفت الحناجر منذ 7 سنوات يوم أعلن ترامب نقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس. القدس عاصمة كل العرب، بالله عليكم لا تظلوا نيام. لن نتحرر إلا إذا تحررنا من الخونة الذين يجلسون على رأس الأمة. قلناها ونقولها، اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. الله غالب. يا أيها العلج الأشد بجاحة، هل غاب عقلك أم غدوت عليلا؟ أتظن قولك قد أجيز بلاغة
أتظن وعدك مفعما تأصيلا؟ أتظن وعدك يا غشيم مقدسا يستوجب التنفيذ والتفعيل؟ أو ما علمت بأن وعدك كاذب كجبين وجهك يعشق التبجيل؟ قد جاء وعدك في خضم جريمة في حق شعبي قتلوا تقتيلا. أيكون وعدك إذا وعدت شريعة ومبجلا في عرفنا تبجيلا؟ تبا لوعدك، تبا لوعدك إذا وعدت مظالما أعورت عينك لم تجد تكحيلا. الفور حاز جهنما بصنيعه وأتيت أنت مكملا تكميلا. تاريخكم في الظلم أكبر شاهد، أفهل نحكم ظالما مخبولا؟ فسل الهنود الحمر كم أزهقتم منهم أناسا قتلوا تقتيلا. وهناك في اليابان كم دمرتم من بنية ما لا يعد قليلا. وسلوا العراق أضج من ويلاتكم أثخنتموه مآتما وعويلا. وسلوا العراق أضج من ويلاتكم أثخنتموه مآتما وعويلا. لو أن فينا يعربيا ماجدا لأراك ردا من لدنه مهولا. ما كنت تجرؤ أن تبوء بإثمه ذاك الوعيد وتفتري التأويل. ولزمت حدك يا دعي مخافة ولكنت أكثر حنكة تخذيلا. ولسوف تبقى عند شعبي سبة ولسوف تلعن بكرة وأصيلا. الله.